بتفهم 80% من الانجليزي، لما تيجي تتكلم دماغك بتفصل خالص وبتنسى اسمك، الفيديو ده ليك. السبب الاول، انت خايف من الاحراج، خايف ان اللي قدامك يبص لك انك غلط، وده طبيعي لاننا متربيين على ان الغلط عيب. بس في اللغه الغلط هو الطريق. الطفل يا صاحبي لما بيغلط بيتعلم. السبب التاني، انت بتفكر بالعربي وبتحاول تترجم، دماغك مش هستعمل كل الشغل دوت، عشان كده بتتهته. الحل، اسمع جمل كتير وخزنها زي ما هي، ما تترجمهاش. السبب التالت، مش بتتمرن على الكلام. كلنا بنذاكر جرامر وكلمات وعاملين مجهود جبار، بس مين فينا بيتكلم؟ زي واحد عمال يقرا عن السباحه انما عمره ما نزل الميه. الحل على فكره بسيط، كل يوم 5 دقايق اتكلم مع نفسك، سجل صوتك واسمعه وصحح لنفسك الاخطاء. بعد شهر هتتفاجئ. الخلاصة، اغلط واتكلم براحتك، ما تترجمش، استخدم جمل قصيرة وافهم ان اللي قدامك مش بيرفكت، والاجانب نفسهم بيغلطوا. محدش يا صاحبي مستنيك تبقى شكسبير، وخد بالك making mistakes is part of learning. اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة مخوفاك من الكلام، الغلط ولا النطق ولا الناس تضحك عليك. See you.